بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. تعالوا نكمل بالفيديو بتاعنا اللي بدأناه مع بعض في المحاشي. اللي فات عملنا البتنجان الأبيض والأسود وعملنا الفلفل، والنهاردة هنعمل بصل وكوسة مع بعض بكل تفاصيلهم ومن أول الفيديو لآخره. أنا قلت أجيب كل التفاصيل عشان لو مشفتوش الفيديو التاني يبقى كل التفاصيل معاكم في منتهى الجمال والطعام. الكوسة والبصل المحشي، اتفضلوا معايا نشوف تفاصيل الفيديو، يلا بينا. بسم الله. اول حاجه كده عندي معلقتين كبار زيت، وطبعا انا بشرح بصل مقطعاه ناعم. اول ما سخن الزيت كويس بقى كده نزلت عليه بالبصله. انا عامله حوالي 4 بصلات كبار لان انا عندي كميه محشي مشكله، بسم الله ما شاء الله كتيره يعني. فعامله دولت حوالي كيلو بصل. ما نزلتش بيه كله، نازله بنصه بس دلوقتي، والنص التاني هقول لكم هنعمل بايه. البصله هتبقى ذهبي فاتح جدا، مش هخليها تغمق. بدأت تاخد معايا لون. قلت عليها بمعلقة توم كبيرة هحمرها مع البصل بقى، على ما البصل يوصل لدرجة اللون اللي أنا عاوزاها، تكون التومة كمان احمرت. وهنزل بنص كمية الخضرة اللي أنا هعملها. يعني أنا لو عاملة مثلا ربطتين كزبرة مع شبت، يعني خضرة المحشي، بنزل أنا بإيه بنص الكمية بس دلوقتي مع البصلة والتومة وهي بتتحمر. طبعا يا جماعة ده المحشي الشتوي. المحشي الشتوي بيبقى متسبك له على اساس ان تبقى الدنيا برد، فبيدفي اكتر من المحشي اللي هو على الني. تمام. هحمر بقى الكلام ده شويه بس اشم ريحته، مش اللي هو يتحمر ياخد لون قوي. هتشوفوا زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين كده، اللون هيبقى لون تحفه، لون ذهبي جميل جدا. وشم ريحه الخضره معايا مع ريحه التوم والبصله كده، زي ما انتم شايفين كده بقت ما شاء الله. بالنسبه لي كده ممتازه جدا، الوحيده مدفيه المكان. خلاص انا وصلت للدرجه اللي انا عاوزاها. نزلت بقى بالطماطم ضربها في الخلاط. الطماطم دي انا سلقاها الاول وبعدين ضربتها في الخلاط. نعم، عشان تبقى ايه ناعمه جدا. لما بتسلقي الطماطم بتتضرب القشره بتاعتها كلها في قلب الخلاط كويس، ما بقاش فيها اي قشور خالص يعني. ده لو انت مش عايزه تصفيها. طبعا العنصر السحري معانا معلقه السكر اللي في اي طماطم او خضار، لها مفعول السحر يا جماعه. تمام. نص البصل اللي عندي اللي كنا شايلينه هنزله دلوقتي ني كده، واقلبه مع الطماطم. انا عايز اقول لكم التسبيكه كده بتبقى طعمها خيال، طعمها بقى جميل جدا جدا. بفضل الله كل اللي اكل من المحشي بالطريقه دي بيشكر فيه جدا جدا. هضيف معلقه كبيره صلصه، اقلبها مع الخليط بتاعي. ما شاء الله، سامعين صوت الفقفقه؟ طب شامين ريحه التسبيكه وجمالها؟ يلا. تمام قوي، اتسبكت وبقت واصله للدرجه اللي انا عاوزاها زي ما انتم شايفين كده. هتبرد على جنب على ما ارجع لها. بعد كده عندي بصلايه مفرومه وطماطمايه متقطعه ناعم كده زي السلطه، والبهارات اللي معايا دي مجلاس وبهارات فراخ، بابريكا، مرقه فراخ، وجنزبيل بودر وكمون وشطه وفلفل اسود. هحط الكلام ده كله، وطبعا كزبره ناشفه مع الكمون. هحط الكلام ده كله كده، نص البهارات دي هحطها على الخلطه اللي معايا دي، وادعكهم دعك جامد كده جدا مع بعض بالخلطة العبقرية دي، واروح بيها على الرز. واحط، انا عندي 2 كيلو رز، حطيت عليهم المرتة اللي انتوا شفتوها دي. طبعا رحت غسلت ايدي وجيت عشان ما امسكش اي معدة من اللي انا شغالة فيهم والدنيا كلها تبقى مليانة صلصة. فرحت غسلت ايدي الاول وجيت وهقلب بقى الرز مع المرتة اللي احنا عملناها دي، ونبدأ نضيف بقية مكوناتنا. هناخد معلقتين بقى من التسبيكة اللي احنا عملناها، معلقتين كبار كده، هنقلبهم مع الخلطة بتاعت الرز ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. المهم نقلبها كويس عشان نشوف الخلطة بتاعتنا محتاجة ولا لا. عندي حزمتين كبار خضرة محشي ثبت مع كزبرة مع بقدونس وربطة نعناع بس، واخدة الورق بتاعها ومقطعاه كمان ناعم. وضفت الكلام ده كله، وكمان عليهم باقي البهارات اللي كانت على المرتة اللي كنا عاملينها من شوية. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه. مش عارفة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي وجمالها عامل ازاي. انا في الوقت ده لو عندي عودين ريحان هضيفهم، لو عندي عود روزماري او بردقوش اخضر، او زعتر اخضر، كل الكلام ده هضيفه. يبقى مع المحشي تحفة يا جماعة. الورقيات دي مع المحشي تبقى حلوة قوي. تمام. ضفت بقى معلقة ملح محترمة كده،
وهقلب الكلام ده مع العلم ان بهارات الفراخ والمرقه السايبه فيهم ملح، فخلي بالنا من الحكايه دي. البهارات اغلبها دلوقتي بقى بيكون في ملح، كمان الدمجلاس فيه ملح، فنخلي بالنا من موضوع الملح. ان شاء الله نقلب بهاراتنا كلها الاول مع الخلطه بتاعتنا وندوق، وبعد كده نزود زي ما احنا عاوزين الملح. طبعا معلقتين زيت كبار كده على الرز دولت لا غنى عنهم، لكن تقدري تبدليهم بزيت زيتون. وتقلبيهم بقى كويس مع الرز، طبعا بيدي الرز لمعة حلوة قوي، وبيخلي الرز مهما استوى حباته بتبقى مفرفرة كده من بعضها كده، وكل حباية لوحديها. لسه محتاج بالنسبة لي شوية صلصة، فضفت له معلقتين كمان من التسبيكة وقلبتهم كمان مع بعض، وهدوق ملحي واظبط دنيتي. طيب كمان معلقة توم نية ضفناها وهنقلبها معاه. طبعا التوم الني اختياري، لان حاطين توم في التسبيكة، بس طبعا طعم التوم الني حاجة وطعم المستوية حاجة تانية، متحمرة حاجة تانية. هي الخلطة سحرية هتدوها، هتعمل نفذوها بنفس الطريقة هتدعولي ان شاء الله. طيب انا خدت جزء من الرز اللي احنا عملناه ده علشان هحشي بيه الكوسة والبصل، لان انا هزود عليه دلوقتي زي ما هتشوفوا كده ايه، يعني بتاع 100 جرام لحمة مفرومة او 150 جرام. طبعا لو ما عندك اكتر تقدري تزودي، تبقى طبعا طعمة جدا مع الكوسة ومع البصل. بقية المحشي هحشيه عادي بالرز بس، لكن دولت كده زي ما انتوا شايفين هنسقهم مع بعض كده مش يتعجنوا طبعا عشان الرز ما يتكسرش، لكن اقلبهم مع بعض، اخلطهم مع بعض خلطة كويسة عشان اللحمة تدخل مع الرز. وبعد كده هسيبهم بقى على جنب قبل ما نبدأ نحشي بيهم عشان نعمل احلى تشريبة ممكن تعملوها للمحشي في الكوكب. يلا بينا. والاجمد تشريبة على الكوكب بقى، هنجيب حلتنا الحلوة ونحط فيها معلقة سمنة بلدي او زبدة، ايه المتاح عندك كده ايه، بس ما تكتريش منها دلوقتي يعني في البرد. طبعا السمنة والزبدة واللية والحاجات دي بتجرمز الاكل شوية، فاحنا عايزين حاجتنا مفرفرة كده، وحتى لو ما تسخنتش تبقى لذيذة وجميلة. شوية حتة السمنة اللي حطيناها ونحط عليها معلقة زيت محترمة. انا دلوقتي مستخدمة زبدة، وعشان كده كمان حطيت عليها زيت وسبتهم سخنوا جدا جدا. بعد كده نزلت عليهم معلقة توم محترمة كبيرة. لو مش عايزة توم تقدري تسخني بس الزبدة وتكملي الخطوات من غير ما تستخدمي التوم، لكن طبعا هو بيديلها طعم خرافة. تمام. التوم بتاعتي هتبدأ تحمر كده شوية، وقوم حاطة معاها ايه بقى، صديقة التوم العزيزة الكزبرة الناشفة، وهاخدها بقى تقليبة مع التومة يحمروا كده ويشمموني ريحتهم الجميلة، وكوبايتين عصير طماطم محترمين كده، ونزلنا بيهم على التومة بتاعتنا بعد ما بقت دهبي كده وجميلة. دي بقى بيون لحمة او شوربة لحمة نزلت عليها متصفية على الخليط بتاع التشريبة، واحط عليه كمية كويسة كده تقضي كمية المحشي اللي عندي كلها، وانت عينك كلها نظر. يعني انا عشان مش عارفة انت هتحشي قد ايه، لكن اللي انا هحشي كتير ما شاء الله، فعشان كده حطيت كمية محترمة على الصلصة. طبعا تشريبة المحشي يا جماعة لازم تكون حمرا ما تبقاش بيضة، عشان ما تبقاش المحشي كده مجرب وشكله مش ظريف، بيبقى شكله وطعمه حلو قوي بالتشريبة اللي احنا عاملينها دي. طبعا لو ما عندكيش شوربة هتعملي كل الكلام ده وتحطي مرق الدجاج وتزودي الزبدة شوية علشان الدنيا تحلو معاكي. التشريبة القمر بتاعتنا ديت بقى تغلى كده على نار هادية لغاية ما نجهز المحشي اللي عليه الدور. يلا بينا. من الرز بتاع خلطة المحشي ضفنا عليه قطعة لحمة مفرومة كده، ده اللي هنحشي بيه الكوسة زي ما قلنا. هبدأ احشي الكوسة بقى، مش هملاها قوي الحباية، الكوسة طبعا اكتر من النص حاجة بسيطة عشان فيها لحمة، فاللحمة مش بتاخد مية كتير زي الرز. لما تستوي ما تبقاش خارجة بره الكوسية، ويبقى الرز اتهدر، وفي نفس الوقت شكل المحشي بقى مش ظريف خالص. ودهنت الصينية زيت خفيف او حتة زبدة، وبدأت ارص الكوسة اللي انا حشياها. طبعا الكوسة ما بتتقشرش، الكوسة بس بتتخربش من بره زي ما انتم شايفين كده، وبتنضف كويس. طبعا قلب الكوسة جميل، يعني قلب الكوسة لو فرض ان انت سبت منه جزء ما خلتهاش رقيقة قوي فده تبقى جميلة برضو، لانها قلبها عمره ما بيمرر، دايما قلبها مسكر وحلو، فمفيش فيها مشكلة زي البتنجان، يعني لازم يتنضف قوي ويتكحت جدا جدا. الكوسة لا ممتازة، الكوسة ممكن تسيبي فيها نسبة من القلب عادي جدا.
قصيت الكوسه وبدات اسقيها التشريبه بعد ما حطينا معلقه السكر. طبعا يا ريت يكون الصينيه اللي فيها الكوسه على قدها بالظبط عشان تقدري تظبطي كويس التشريبه بتاعتك. لكن انا الحقيقه كان دي المتاحه عندي في المكان اللي انا موجوده فيه في الوقت ده، ف سويت فيها عادي. لكن الحمد لله انا اقدر اظبط العيار بتاع الصينيه. لكن انا بتكلم على بناتي اللي ممكن تتلخبط شويه. هي على العموم الكوسه بترمي ميه مش زي بقيه الحاجات، لا بترمي ميه كتير، فما تحطلهاش ميه كتير زي ما انت شفتي كده بتاع سنتي في ارضيه الصينيه. وطبعا هي متشربه كده. هغطي الصينيه بتاعتي بورقه الومنيوم تغطيه محكمه عشان احطها في الفرن. طبعا اي تسويه رز او محشي عايزاها مظبوط لازم تكوني غاليه التشريبه بتاعته كويس، بتغلي مش بس سخنه يا جماعه. وفرن سخن مسبقا. حطيت الصواني بتاعتي على اعلى حراره من تحت، ولو فرنك بيشتغل فوق وتحت تقدري تشغليها من فوق من المتوسط. وبعد كده هتاخد لون، نغطي وشها اذا خدت اللون اللي انت عاوزاه وتسيبيها تتردد على نار هاديه جدا. ده وبالف هنا وشفا احلى كوسه ممكن تعمليها. هنعمل كمان مع بعض الكوسه في الحله، لكن صراحه انا بايد الكوسه في الصينيه جدا جدا جدا. بسم الله. ونبدا بقى في محشي البصل، من احلى المحاشي اللي ممكن تعمليها. انا نضفت البصل كده اهو زي ما انتم شايفين، وقمعته بالطريقه دي. ازاي قمعناه هنشوفها. تنظيف عادي من ناحيتين. بعد كده باجي في الناحيه الجامده ده اهي، عشان لما تنزل تتسلق تبقى سهل جدا ان احنا نفك الطبقات من بعضها. بس كده خلاص ماشي. عندي بعد كده بقى هعمل ايه؟ هاجي على جنب البصله كده وهقطع لغايه اقل من النص بشويه، يعني مش هوصل اعدي السكينه من النص، لا اقل من النص بشويه. على النار حطيت فيها ميه مغليه وحطيت معلقه سكر ومعلقتين ملح. تقدري تلغي السكر، لكن الحقيقه بيبقى طعمه حلو قوي مع البصل وبيزود حلاوته بصراحه. وحط انا معلقتين ملح مع معلقه واحده سكر. كده بتقطعي البصله كده من جنبها لنص البصله بالظبط، وبتنزليها في الميه المغليه. تاخد معاكي حوالي 5 دقايق وتبدا اطلع ورق زي ما انت شايفه كده. ولو عايزاها تبقى سواها اقل من كده تقدري طبعا تطلعيها اقل من كده من الميه. طبعا لو عايزه توقفي سواها طلعيها من الميه المغليه على ميه بارده على طول. انا بالنسبه لي كده سواها ممتاز. طبعا طلعتها على ميه بارده زي ما قلت لكم، ميه عاديه من الحنفيه جدا، وحطيتها فيها 5 دقايق زي ما انتم شايفين. بقت جميله جدا. اسهل محشي ممكن تعمليه، والذ محشي كمان ممكن تعمليه. الحقيقه انا ما كنتش بعمله كتير، لكن من ساعه ما بدات اعمل محشي البصل وكل اللي كلوه طلبوه مني تاني مرات يعني. يلا نكمل بقى خطواتنا مع بعض. زي ما انتم شايفين هي بتورق مع نفسها اهيت. ندهن الصينيه كده دهنه سمنه بلدي او زيت زي ما تحبي، وهبدا الف الورق بتاعي بمنتهى البساطه جدا جدا. بتمسكي طرف الورقه وتحط فيها معلقه رز صغيره، وتبداي لف الورقه كده على نفسها وزي ما تحبي حجم الورقه. يعني عايزه الحجم بتاعها كبير، سيبي الورقه بطولها زي ما هي ولفيها. ده عندي كده قلب البصل. طبعا اوعي ترميه، يعني بيبقى من احلى الحشوه. القلب زي ما انت شايفه بيبقى صغنون كده، ومجرد ما تحطي فيه شويه الرز وتاخديه لفتين بيكون زي الفل كده معاكي، جميله جدا كده، عامله زي بيضه السمان بالظبط. وحلوه في السوا، ما تخافيش انها تفهمي انها بتفك لما الشوربه تغلي عليها او حاجه، لا خالص، بتبقى جميله جدا ممتازه. دي ورقه من اللي كانوا في اول البصلايه اهيت، نفس الحكايه بمنتهى البساطه. القلب الصغنن خالص بتاع البصل هتشوفيه دلوقتي، بتحس ان هو ما ينفعش يتحشى من كتر ما هو صغير، لكن انت مجرد ما تحطي في قلب شويه رز حتى لو مش هتقطعيها، يعني شوفي صغننه ازاي. حطي في قلبها شويه الرز وهي قفله واحده بس هتلاقيها زي الجيب كده اتقفلت عليها، تحفه جميله جدا جدا. هكمل كل المحشي بتاعنا وارصه في الصينيه او الصواني اللي احنا عاملينها وارجع لكم تاني. طبعا الرز ده مخدينه من اللي عملنا عليه اللحمه المفرومه. بعض الاوقات بقطع بطاطس شرايح رقيقه جدا واحطها تحت البصل، واغلب الوقت بعمله زي ما انتم شايفينه كده في صينيه لوحده عشان احمره من فوق ومن تحت كويس، محتاجش اقلبه وانا شغال. لان دلوقتي انا بحطه في الفرن بعد ما يستوي في الصينيه بتاعته متغطيه بورق الالومنيوم، بكشف عنه الغطا واخد وشه كده تحت الشوايه، ويكون من تحت هو اتحمر في ارضيه الصينيه، بيكون تحفه. تشوفوه دلوقتي واحنا بنقدمه. من التشريبه بتاعتنا اللي هي القاعده الاساسيه في تسويه اي محشي معانا،
هاخد بقى منها جزء تكون مغلية طبعا كالعادة زي ما احنا متفقين، لازم تكون اي شوربة بتسقي بيها محشي او حتى لو مية تكون مغلية، تسقي بيها وهي سخنة جدا او درجة الغليان عشان تسويلك المحشي بتاعك تسوية محترمة، وفي نفس الوقت في وقت كويس قوي من غير ما حباية تكسر ولا حباية تعجن ولا اي كلام من ده. لان درجة حرارة الشوربة اللي انت بتسقي بيها له عامل كبير جدا في نجاح تسوية المحشي. هسقي البصل بتاعي، مش هخليها على الوش، يعني دوب كده على نص البصلاية الشوربة بتاعتها، وبعدين هغطيها بالورق الألمونيوم وهدخلها الفرن. هتستوي، خدت معايا حوالي تلت ساعة. نشفت الشوربة، السوائل اللي عليها نشفت لأن طبعا مغلية، بتخش الفرن في ثواني تستوي. ربع ساعة كده، وبعد كده اشتلت عليها الغطا عشان أحمر وشها. بسم الله ما شاء الله، من تحت ومن فوق متحمرة ومستوية وواحدة بوحدتها زي ما انتم شايفين، لا سايبة رز ولا أي حاجة، وجميلة جدا جدا. التانية مزوداها صلصة ومحمرتهاش قوي كده، أصحابها مش عاوزينها متحمرة قوي، فكمان طلعت في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. بألف هنا وشفا لأصحابها. دي كان عليها سمنة بلدي طبعا زودت جمالها أكتر. زودتها صلصة وسمنة بلدي على رغبة اللي هياكلوها، وطلعت أحلى كمان من العادية. بألف هنا وشفا لأصحاب الأوردر، بألف هنا وشفا لحضراتكم لما تعملوا الفيديو تنفذوا الوصفة إن شاء الله. وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تشرفوني بوجودكم معايا على القناة والدعم للقناة. أكبر دعم لينا هو مشاهداتكم للفيديوهات، تعليقاتكم، إعجاباتكم على الفيديوهات، اشتراكاتكم في القناة، تواجدكم معانا إذا كنا نستحق وجودكم المشرف معانا في القناة ومتابعتكم لينا. استودعتكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.